السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوجه رسالة إلى كل المصريين الشرفاء المخلصين لوطنهم أن ينزلوا جميعا من بيوتهم وأن يقفوا لمصر بلدهم التي تحتاجهم حاليا، التي هي في حاجة إليهم. يقفوا يد واحدة وقفة حاسمة لرجوع مصر بلدنا اللي اتسرقت مننا مرة أخرى، مصر بلدنا التي ستحتل إذا لم ننقذها في هذه الأيام. لابد المصريين عندنا وطنية وانتماء لوطننا وحب وإخلاص أن نقف بجانبها. مصر التي تصرخ حاليا وتقول انقذوني يا أولادي من بين أيدي الأعادي. انزلوا يا مصريين، اقفوا لمصر بلدكم، اقفوا لأمكم لمصر، احموا وطنكم من أيدي الخونة الأعداء إليها سواء من داخل أو خارج مصر. مصر التي تعرض للخطر كبير جدا حاليا. مصر بتناديكم كلكم وبتصرخ انزلوا اقفوا لمصر، أرجوكم أرجوكم. أنا كشابة مصرية هنزل وهضحي بحياتي وبعمري في سبيل إني أنقذ وطني وبلدي التي تتعرض إليها حاليا. كل الناس نزلت دلوقتي الشوارع، في باصات أتوبيسات جاية دلوقتي، وفي أتوبيسات اوريدي وصلت دلوقتي من المحافظات واتجمعت في القاهرة ونزلت على أرض الواقع في القاهرة حاليا. الناس الشرفاء اللي قادرين ان هم يحموا البلد دي قادرين على حمايتها هم اوريدي نزلوا دلوقتي. انا بطالب كل مواطن مصري شريف ان ينزل من بيته، ان يقف لبلده قبل الضياع. الايام اللي جايه الله اعلم الاجنبي هيجي ويقف على ارضك ويتحكم فيك. اللي هيطلعوا على بيوتك، اهلك، امك، بنتك معرضين لخطر كبير جدا. لو ما نزلتش وقفت لبلدك وحميتها خلاص كده يبقى كلنا انتهينا ومصر انتهت. يا ريت كلنا ننزل ونقف لمصر. انا في انتظاركم على ارض مصر، ارض الواقع. بكره الصبح بعد صلاه الجمعه مباشره هننزل وهنقف على شوارع مصر وهنطالب بأن مصر تعيش دائما حرة مستقلة، وهنقول يد واحدة رافعين ايدينا في السماء إلى الله وهنقول عاشت مصر حرة مستقلة، لا لخراب وتدمير وهدم جمهورية مصر العربية التي هي تسير في دمائنا. مصر بدمنا لآخر يوم في عمرنا. انزلوا يا مصريين وتحركوا أرجوكم أرجوكم، مفيش وقت. مصر بتنهار، مصر بتضيع مننا. أرجوكم أتوسل إليكم اتحركوا من بيوتكم، دي آخر فرصة لينا يا نعيش في بلدنا ونحميها ونحمي بلدنا، يا مصر ضاعت وكلنا انتهينا. وهنقول يا ريتنا كنا نزلنا وقفنا لها. أتمنى من الله أن تفوقوا جميعا وأن تتوجهوا إلى شوارع مصر. إن شاء الله كل المحافظات بطلب منهم، الناس اللي لسه ما نزلتش انزلوا القاهرة، كلكم اتجمعوا في القاهرة، لأن مصر إن شاء الله نصر من عند ربنا لمصر من داخل القاهرة. القاهرة اللي هي إن شاء الله كلنا هننتصر وهنجيب حق مصر من داخلها. هستناكم انزلوا يا مصريين بكره بعد صلاة الجمعة مباشرة على أرض مصر، أرض الواقع، وهنقول تحيا مصر. ومصر ستظل دائما فوق الجميع ولن يخذلها أحد أبدا. مصر ستظل أم الدنيا، أم الدنيا. مصر كما ذكرها الله في كتابه ادخلوها بسلام آمنين، وستظل دائما تدخلوها بسلام آمنين، ولن نقبل عليها من أي أحد أن يتعدى على شرف اللي هو مصر. هستناكم انزلوا على أرض الواقع بكرة، ايدينا في ايد بعض وهنجيب حق بلدنا تاني وهنرجعها مننا تاني. شكرا.